في فيديو النهارده هاعمل حاجة أول مرة أعملها في حياتي، واللي أنا هاسرب لكم الأحداث اللي نازلة، هاسرب لكم الحدث اللي هو الأسبوع التالت في الأساطير الدوليون، والأسبوع الرابع في نفس حدث أساطير الدوليون برضه. مش هاقف على كده، هاقول لكم الجزء التاني من حكاية وطن المنتخب الأمريكي وتفاصيل الحدث، إزاي هتلعبه وإزاي هتعمل كل حاجة. وفي الآخر هاقول لكم عن حدث التويت. فقبل ما نبدأ كده ما تنساش تحط لي اللايك والاشتراك واسمع الفيديو ده لأوله لآخره علشان كل ثانية فيه هتفيد. من غير كلام كتير يلا نبدأ. وأول حاجة معانا كده اللي احنا هنبدأ فيه الجزء التالت من حدث الأساطير الدوليون، اللي هو هينزل معانا بيليه، كارت بيليه الأوفر 117. الكارت دوت أنا مش محتاج أتكلم عليه، يعني هيبقى خارق بمعنى كلمة خارق. وهينزل معانا برضو ديفيد بيكهام بالأوفر 117. مشكلته اللي هو هيبقى ار ام، يعني الناس اللي بتلعب بتشكيلة ار ام، فانت جالك لاعب ملك ضربات حرة، أسطورة، لاعب كويس، يعني لا كارت مش هيبقى سهل يعني. وريكارد دوت انا مش متفائل بيه، يعني انا حاسس لو انا مثلا فتحت باكجات هيطلع لي، انا حظي معروف يعني. وفي كين برضو خط النص حلو، كنت بلعب بيه، انا جربته قبل كده بكروت قديمة، كارت مجاني وكارت اوفر قليل كان بيلعب يعني. وبرناردو سيلفا ده اكيد هيبقى ماسك الدفاع، لو انت مش معاك مدافع فدوت تحطه، بس انت لو معاك مثلا مدافع من التيمت توتي ده ما تحطوش خالص. واخر حاجه بقى اللي هو جامد اصلا، يعني لو كان شد حيله شويه كان نزل مثلا اوفر 117، واللي هو ديفيز، الفونسو ديفيز، يعني اللي احنا اكيد عارفينه، اللي بيتفرجوا عارفينه، اللي هو مش لاعب سهل يعني، ولاعب جامد جدا يعني. فنخش على الاسبوع الرابع واقول لكم اللعيبه اللي هتنزل فيه. والاسبوع الرابع اللي هينزلوا فيه شمايكل دوت اكيد الكارت بتاعه اخر كارت جامد، الكارت بتاعه اللي هو اوفر 113 اخر كارت لحد دلوقتي شغال. وهينزل معانا كارلوس بيول، وهينزل معانا برضو سون هيبقى الكارت بتاعه، يعني انا ما افتكرش اللي انا جربته يعني خالص، بس يعني افتكر اللي هو هيبقى كارت حلو. وهينزل دي ماريا ودافيز، وهينزل معانا ماتيد. فانا يعني الاسبوع هيبقى ان شاء الله يبقى حلو. فانتوا ايه، انت شوف بقى حسب المركز اللي انت عايزه، يا تستنى وتفتح في الاسبوع الثالث، او تستنى وتسمع في الاسبوع الرابع، او تفتح في اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو بتاع حدث اللي فيه مارادونا. فنخش على الباقي التسريبات ونقول لكم بقى اللعيبه اللي هتنزل فيهم بايل. هينزل لهم كروت. اول حاجه اللاعب الار بي من اوفر 117 هيرو اسباني، وفي لاعبين تانيين 5 لاعبين هم دولت هينزلوا في اللعبة ان شاء الله. مفروض من اول يوم الخميس اللعيبة دي هتنزل بقى، اللي انت ايه ممكن يطلعوا لك يعملوا لك هتبقى موجودة في اللعبة. ونكمل بقى التسريبات. ودلوقتي نقول على الحدث اللي هو التويتو. الاسبوع الاول هينزل معانا دياز باوفر 117، وهيراست دوت هينزل باوفر 117، وموسيالا باوفر 117. وغير بقى اللي هينزلوا باوفر 116 هيرو ومور كاسياس، دول هينزلوا معانا في الاسبوع الاول من حدث التويت. والحدث دوت هيبقى جنائي. وهنا بيقول لنا اللي هو يعني هيبقى فيه تلميحات قدام كده، وفي حاجات نازله، يعني هم شغالين على اللعبه في حكايه الشرد. وهينزل الشرط في 2 دوت هينزل قريب، فيعني مش هيفضل الشرد اللي هو نظام الشرد دوت كتير، فالحاجات هتتحدث. وهنا بقى الجزء التاني يعني او حدث تاني اللي هو هيبقى فيه قصص بلاد زي حكاية وطن كده. وهينزل في الاول حاجة دوت هينزل في اول اسبوع ليه من الولايات المتحدة الامريكية. هينزل القصص بتاع يعني ايه اللي انت بتلعب وتاخد اللعيبة زي حكاية وطن كده بالظبط. وهنا بقى بيقول لك قصة الجزء التاني اللي هي حكاية وطن. مثلا الجزء التاني هيبقى فيه شرط جديد، وهيكون فيه 5 دول. والولايات المتحدة الأمريكية بتكون فيها تخمين 8 أسماء لاعبين في 3 تلميحات. يعني انت بتخمن وبيديلك تلميحات، وبيديلك 24 تلميحة ديت. احنا هنعرف بالتفاصيل اول ما الحدث دوت ينزل. فكده انا يا رب اكون وضحت لكم الحاجات اللي نازله جديد. فما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا سلام.